تخيل انك عاوز توصل للي نفسك فيه، بس كل يوم تلاقي نفسك بتتسأل ازاي اوصل ومنين ابدأ وايه اللي هيوصلني. انا هنا عشان اقولك ان السر مش في الحظ ولا في المعجزات، السر في الروتين. طب الروتين ازاي؟ في الحلقة دي هقول لكم ازاي. واحد، ابدأ بروتين بسيط وثابت، لان هو اللي هيشكل لك الوضع اللي انت هتمشي عليه. بلاش تستعجل النتيجة، لان استعجالها غريزة بشرية صعب انك تقاومها، فما تستعجلهاش. اعمل اللي عليك وسيب النتيجة على ربنا. النجاح الحقيقي بيجي بالصبر، وانك تشوف هدفك من بعيد وتفضل ماشي عليه ورايح له يوم ورا يوم بنفس الافعال. ما تستصغرش اي حاجه بتبدا بيها مهما كانت صغيره، لانها مع الوقت بتتراكم وتكبر وبتبني نجاح اكبر مهما كنت تتخيل. اهم خطوه دلوقتي انك تعرف انت فين من هدفك، وتحدد الخطوات اللي تقربك منه وتستمر عليها عشان توصل لهدفك خطوه بخطوه. الخلاصه، خليك دايما صابر ومستمر في روتينك عشان توصل للنجاح اللي انت محتاجه. وسؤالنا، ايه اكتر خطوه انت بتعملها او الروتين اللي انت ماشي عليه عشان توصل لنجاحك او توصل لهدفك؟ شارك بيه في الكومنتات عشان الكل يستفاد منك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناة. والصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.